خاصك تعرف ويعرفوا كاع المغاربه ان المدونه هي غايه قصوى لدى الغرب منذ وقت بعيد. كيترطاو شحال هادي باش يدوزوا ليها وما لقاو جهد، ولكن مع البنك الدولي وربعة العلمانيين وليدات فرنسا اللي عايشين معاه ولا الطريق سهله شويه. حنا عارفين ان البنك الدولي كيبغي يحضي رزقه وكيفرض على الدول المقترضه تغييرات على مستوى التوظيف، التعليم، السياسات العامه، التسيير والاسره بالطبع، وفي ميادين كثيره، لانه ببساطه مول الشكاره واقف على رزقه. خاصه ان المدونه كترتكز على امور الشريعه بطريقه اساسيه وهي لبنه البناء في المجتمع. وليدات فرنسا كثيرا ما حاولوا تشكيك المغاربه في دينهم تحت مسمى المثقفين، الانفتاح، التحرر والتنويرين، الخروج من الظلامية، اللعب أحيانا على القومية، الخروج من العدم، ضرب حتى عياو في الأصول. ومع ذلك ها هو الشعب المغربي في كل مناسبة دينية، في رمضان وفي كل شعيرة دينية، كيبين أنه شعب مسلم بالفطرة، مسلم بالسلوك وبالشكل وبالأصل، ولا يمكنه العيش بعيدا عن روحانية الإسلام. ولعل هذا المنظر الجميل للمغاربة نهار عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك ليلة 27 عندما تكتظ المساجد عن آخرها، هذا المنظر المهيب والجميل والمتألق هو اللي كمرض بنو علمان. للإشارة مادام عطاو نفوسهم الحق ينعتون بأصحاب الكهف والمتخلفين والمتشددين، حتى احنا عندنا الحق الكامل والمشروع نعتهم بما يناسب، وبنو علمان تكفيهم وزيادة. شوفوا هذا المنظر، ملك مسلم من سبط النبوة في أحضان شعبه المسلم. هذا الشعب من أمازيغ وعرب الذي لا يرى أمانا وقوة وعزة إلا في إمارة المؤمنين، اللي جمع هذا الشعب بكل أطيافه ومحافظ عليه وعلى الأقليات ومخليه الشعب مرتبط بالجذور ديالو، جذور الإخاء، التسامح والتعايش، جذور لا إكراه في الدين، جذور من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا اش بقى لهم مادام المغاربة فاقوا الألاعب ديالهم سوى أنهم يركزوا على الأسرة وهي آخر معاقلهم باش يخربوها ويديروها طريق لتخريب أي حاجة زوينة في هذه البلاد. خلاو الباب ودخلوا من الشرجم، الأسرة اللي هي عماد المجتمع. وبالطبع إذا خربت الأسرة أكيد أن العلاقات الزوجية مشات، العلاقات الاجتماعية مشات، الإرث مشى، الحياة مشى، السلم الاجتماعي والتعايش مشاو، وبالتالي غتحل باب كبير للفجور، الزنا والانحلال، الصراع الطبقة والتفكك الأسري، تصاعد الكراهية بين الجنسين والاستقطاب. وهذا رأيي الشخصي في مسألة المساس بالمدونة، لا ألزم به أحدا. وتقدر تنزل الشارع ودير استفتاء مباشر مع غالبية الشعب، حينها غتعرف أن المغاربة يريدونها إسلامية كما عهدت، وستعرف مدى ضحالة وقلة أولئك الداعون للتغيير. وبالمناسبة احنا مع التغيير ومع التطور، والإسلام دين حركة وليونة، ولكن بشرط يكون مناسب لخصوصيات وثقافة هذا الشعب. الشعب المغربي من عرب وأمازيغ، مع أن المغاربة تخلطوا شحال هادي واندمجوا اندماج فريد من نوعه، والناس اللي بغاو يلعبوا على القومية جاو معطلين، كل شيء تخلط مع كل شيء وعطاو إنسان سوي اسمه المغربي. إضافة أن التغيير خاص يكون من طرف أناس عدول مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة، ماشي واحد كيتزوج على سنة ياكوش وباكوش والآخر مصاب بإسهال فكري اسمه الإسلام هارب من الإعدادي، والآخر يعيش انفصاما في الشخصية، مرة عشاب، مرة متزمت، مرة تكفيري، مرة مع التفكير الوهبي والعلاقات الرضائية. مع العلم أن ما يصلح للمواطن الفرنسي ليس بالضرورة أن يناسب المواطن المغربي. كاين خصوصيات وخصائص وميزات لكل شعب، خاصنا نحترموه. نتفق مع حقوق الإنسان في أمور كثيرة كحق التعليم والتمريض والسكن والكرامة، لكن لن نتفق معهم في حرية الزنا والفجور وغيره، وسنشرح هذا بالتفصيل في حلقات أخرى إن كان في العمر بقية. أنا معك، هناك خصائص وحقوق مشتركة عالمية تتعلق بإنسانية المواطن، ولكن الاختلاف هو المشكلة في الأدوات وفي شكل تنزيل هذه الحقوق المشتركة. أولئك العلمانيون والليبراليون
عندهم إمكانيات إعلامية كتخليك تعتقد أنهم كتر، وهذا منهجهم، على اعتبار الديمقراطية هي الميزان، وما هم إلا نشاز، حالة شاذة في بحر اسمه الشعب المغربي المسلم. ولا كانوا فعلا ديمقراطيين كما يدعون، ها هو الميزان، مع أن الأصل في الإسلام ليس المصادرة أو حجز الحقوق. والدليل ما قام به الملك محمد الخامس رحمه الله عندما وضع مدونة خاصة باليهود. يمكن الدولة تدير مدونة خاصة بأي أقلية أخرى، لا ضير في ذلك، لأن التعايش والتراحم والاندماج السلس هو نصاب هذا الدين. لكن أن يغلب صوت مجموعة صغيرة من العلمانيين على صوت أغلبية مغربية مسلمة، هذا هو العبث بعينه. هذه هي المصادرة على حق الآخر. وأنا شخصيا جد مرتاحة للأمر ما دام قد عرض على أمير المؤمنين. ووقت ما شفت هذين المقطعين رغم تباعدهم الزمني كنرتاح وكنعرف أن الأسرة المغربية في يد أمينة. نهار اللي يفقد المغرب هذيك العبقرية ديالو الخاصة غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطرة فقط تدوز عليه من جهة إلى جهة الحضارات والعلوم والفنون، ولكن غادي يكون جسر نتاع ديك المادة اللي تعيط لها البوليستر. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ونزيدك يا مسيلم الكذاب مول عصيدة التنوير، راه المسلمين والمسلمات لا زالوا يتزوجون، والنية هي الأساس، مرضاة الله هي الأساس. أنا غير هاد الشهر حضرت الزواجين، والله لم يسأل أحد العرسان أو إحدى العرائس عن المدونة أو عن الحقوق، يكفيهم أنهم تزوجوا على سنة الله ورسوله في بلد يعم بالأمن والأمان. فهمت يا مسلم الكذاب؟ انت مريض معصدة مع الله وباغي تجر معاك المغاربة كاملين. ايوا فاق شافق واعرف مصلحتك في نايم، والحمد لله على وجود ملك أميرا للمؤمنين لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وهذا ظننا فيه دوما وأبدا. وما فيها بس إلا عبرتي على رأيك أيها المغربي اللي ضامنوا لك الدستور. والسلام عليكم.